عسلامة يا جماعة. اليوم قلت خليني نجرب معاكم كيكة وين نحل الانستغرام ولا تيك توك نلقاها قدامي، ظهرلي ما بقاش حتى واحد ما عملهاش. قلت خليني نعطيكم الريسيت بطريقة مبسطة وبالحق ياسر بنينة. اول طبقة انا عملت كيك وشوكولا، ديجا الفيديو موجود عندي لو تلقاوه في التيك توك ولا على اليوتيوب. قسيته دي ترانش، لازمها تكون بنينة الكيكة، وسقيتها بحليب بالشوكولا، وماذا بيكم الحليب يكون دافي شوية باش في ساعة ما تشرب. خليوه على جنب ونخدموا الطبقة الثانية. خذيت 300 جرام كريم تشيز، 180 مليلتر كريم ليكيد، وربع حكة حليب مركز. خلطتهم الكل في بعضهم بالباهي بالميكسور لين تحصلت على التكستور هذيك، وحطيتهم فوق الكوش متاع الكيك كيما تشوفوا فيها قدامكم. تعديتش نخدم الجاناش، خديت 150 جرام شوكولا اولي، حطيت معهم 150 مليلتر كريم ليكيد، ذوبتهم في الميكروويف وصبيتهم فوق الكوش نتاع كريم تشيز هذيك. واخر حاجه باش تعاد نعمل معكم الكرانشي. لهنا خذيت شوكورايز شريتها من شوب حاضره، ذوبت عليها زوز مغارف كبار النوتيلا، حطيتهم في الميكروويف، خلطتهم بالباهي وزدتهم زوز مغارف متاع ماكله كاكاو بودر، وخلطتهم كما تشوفوا فيها في الفيديو بالضبط باش البودر يلصق في الشوكولايز. ومن بعد فرشتهم الكل فوق الكيكه من فوق، خليتها تبرد شويه ونتعدى معاكم للديغوستاسيون. شوفوا قديش طريه وقديش سوفت، بالحق يعطي الصحه سي احمد في الريسيت اللي عطى هنا. يلا البنات ننصحكم جربوها، عملوا بها قيوم بعد شقان الفطر، وما تنسيوش بارتاجيو الفيديو وتشجعوني، وصحة وبالشير باش نجربها.